السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الغياب هذا جبت لكم حلوة بسيطة وذوق رائع بحبة بيض فقط. إذا ندينا كمية ما شاء الله. هذه الكمية اللي تشوفوا فيها، وكانت كان صحن واحد آخر اللي كانوا نشربوا به القهوة من قبل. شوفوا ما شاء الله تجي تذوب. الذوق تاعها قلت ريحة الجلجلان تجي من أروع ما يكون. إذا علبة زبدة احنا ناخذوا نصف تاعها حاليا 125 جرام، نص كاس زيت. إذا عندنا حبة البيض، عندنا نجم غارف محمصين جلجلان، فرينة، ملعقة لافاني، كيس خميرة، وإذا سكر جلاسي كذلك كأس سكر جلاسي. إذا نحطوا 125 جرام زبدة مع نص كاس زيت. إذا زبدة تكون بحارة الغرفة. ونزيدوا إذا نزيدوا كأس، نفس الكأس تاع الزيت اللي دينا نص كاس، راح نزيدوا كاس سكر جلاسي. وإذا نخلطوه بالباتر. إذا نحط هنايا كما كنت تشاهدوا، قلت 125 جرام مارغرين، نص كاس زيت، كاس سكر جلاسي، زوج ملاعق اسمه جلجلان، رشة الملح، وملعقة لافاني. فيما بعد حنضيفها. نخلط جيدا الخليط. الجلجلان حطيناه في الأول باش يبدأ يخرج لنا النكهات تاوعو في الخليط. إذا تشوفوا الجلجلان هنا ما حيناش مباشرة، حطيناه هكذاك حبات. زدنا ضفنا ملعقة صغيرة لافاني. نخلطوا الخليط جيدا. وبعد ذلك أنا ضفت حبة البيض، بيضة كاملة. إذا لما نشوف الخليط اندمج لي كله، راح نضيف الفارينة وقلنا خميرة الحلويات، كيس خميرة الحلويات. إذا كما تشاهدوا نبقاو نضربوا دايما. اليوم رانا الجمعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إذا يعني تفيدنا بزاف في حياتنا اليومية الدنيوية والأخروية إن شاء الله. إذا كنت تشاهدوا ضفت الفارينة، كيس خميرة الحلويات دايما نقول لكم غربلوه، تخافوا تكون فيه حبيبات هذوك يخسروا لنا الحلوة. ونبدأ نجمع العجين حتى نتحصلوا على عجينة طرية. العجينة تكون طرية ما تلصقش في اليد، ويعني سهلة الاستعمال باش نقدروا نديروا الشكل تاع الفرشيطة فوقها أو الشوكة اللي ناكلوا بها الطعام. تشاهدوا نحاول على الجوانب كامل نحي الفارينة، ما نخليوش العجين في الصحن. تشوفوا ثمت لنا العجين، نتحصلوا على عجينة لا كنت تشاهدوا شوف ما تلصقش في اليد وتكون طرية. في هذه الحالة راح ندير شوفوا صبيعات فقط، قيس الأصبع، وندير الشوكة من الأسفل ونضغط عليها للفوق. شوفوا معايا مليح، نحاولوا يكونوا تقريبا كفة اليد هكذا صغار، صبيعات حربش صغار. نحط الفرشيطة من تحت ونزير باش يجينا شكل الشوكة بهذا الشكل. إذا راح نزيد نعاود، قلنا نحطه من تحت ونضغط لفوق. هاولك الشكل تاعو كما نقدروا نديره شكل دائري. شوفوا هنا صبيع، نحاول نديروا صبيعات كما تشاهدوا ونضغط الشوكة بهذا الشكل. إذا ما نحتاجوا لا مول ولا أي شيء. قلت لكم نقدر نديروا كذلك دائري ونحطها تجي دائرية. انتم الشكل اللي يعجبكم. أنا درت الشكل الأول والشكل الثاني، وراح نوريكم بعد أن هنا كي نكملوا الشكلين في زوج اللي نحبهم أن دائري والطويل هذاك، نحطها في الفرن 180 درجة حتى يتحمرنا من تحت ومن فوق. ونجيبوا الشوكولا. أنا الشوكولا هنا ذوبتها، ما زدت لها تحاول فقط ملعقة زيت فقط، ذوبت على نار قليلة باش ما تحرقناش. ونحركوا بالعقل علبة شوكولا بهذا الشكل. شوفوا تجي شكلها يلمع، لأنه هذيك ملعقة الزيت هي اللي خلت الحلوة تاعنا تزيد تلمع أكثر. هنا بعد ما كملنا الطلي كامل تاع الشوكولا بالشوكولا، شوفوا شكلها يجي روعة، يجي محمر من الفوق ويجي من تحت محمر، والشكل كما كنت تشاهدوا يجي ما شاء الله. الكمية بحبة بيض فقط درنا كمية إذا معتبرة. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، تبعتوني الأخير. ما تنسونيش بدعاوي الخير، دايما نقول لكم ليا ولوالديا
ربي يرحمهم. دمتم آمنين، جمعة مباركة على الجميع، وإلى الملتقى آخر. فقط فيما يخص الفيديوهات كل مرة كيف يكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.